صور في الصحافة العشوائية. سلام عليكم أرخن يقرأ بشأن ثلاثون هلبت جودها الزوياخة وليلا الله بدن قام شعر خليت كالخ دقيقة شتقة الإيقارات رخوات سهدة وسهدة جليون وثن أمتناثة تقدم قيومة جبن وشت آسن أمتناية مردو ثنايك نشياية أرخم يقرأ من خيانة مديت الدهق وهرهدخ من داني تينا شوتوبة عمن من بنياثة بريشة بشينا ثلاثون جو داها زوياخة اتبياشة مقيمها بيتخارد امو شوي اشتاشنة الشريثة جليونوثا امتناثة يعني جليونوثا اثوريثا آية غزيل البهرة بشيتة 1804 جو مديتة أرمي بإيران هلبت آهت خارة بيان مدخرا قد أوزو يا خائلة بياشا مقيمة جابت بيد طلامن شد آسن أمتناية إلى قنطر مردو ثنايا أثورايا وهر هادخ قشمة كثاوة وصبر أثورايا وهر هادخ قنطرون ديانا مردو ثنايا أثورايا هل بتآهد خارة إلى شتائيد أخنا أخ شد آسن أخ أمتن إزايخ خبية لا أخشي قامت خارتا إنا بسبب إتلخا شوبا ين خا إقارة بريشة جو لبواثت كلن الجابت كلن من سبب إتلخك ما سوكال رابا مصخ أمرخ أموقه بشلدية جبني أمتن بياشلة يعني بلاشلة بخا أرخا خت خا أرخا مدينيتا خا أرخا متطورنتا
مجابت ماطاين شكة طنة القنية قنية أمرخني شاريرة تبشلة بأرخة مذيلة بوت صياثة أمتن وهر هذا خباعو ياثا وأرخت مطيثة لزدقو بآها يوما مقرو خلبت تهنياثا وبارخياثا قا كل ابني أمتن ديلانايت قا كل جليونوري يعني يدعاية تينا هالهدية ببلاخة ومقرو ويقوداها جغلة أننقايا وهلبت شوتوبة لجو أمينوث الداها مزلتا ومطورانوثة خطر حبي لشانا أربايا لقارة ربيتي لعمان إديو أهلا وسهلا بالحضور الكريم طبعا من أحزابنا القومية ومؤسساتنا الثقافية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والحضور الكريم اللي دا يشاركنا طبعا اليوم من محافظة دهوك ومن مناطق كثيرة أهلا وسهلا بكم وترحيب خاص بالأساتذة الكرام اللي موجودين معنا اليوم من بغداد من جامعتنا العريقة جامعة بغداد الدكتور محمود عبد الواحد القيسي من كلية الآداب جامعة بغداد طبعا والدكتور غيداق عبد المنعم محمد أهلا وسهلا بكم أساتذتنا الكرام وطبعا معنا أيضا الأستاذ جابرييل إيرميا جورجس الذين سوف طبعا بعد قليل يقدمون لنا محاضرة من عدة محاور تخص جانب من تاريخ شعبنا وتاريخ الصحافة الآشورية فأهلا وسهلا بكم. نبدأ احتفالنا طبعا كلمة الاحتفال يلقيها الأستاذ إيفان جاني رئيس مركز ديانا الثقافي والآشوري. رمش بريخة هلبت من قمت شارنا آها مملة نيويتني فرصة 3 دقيقة هم زمن بيليشانة ديما إقارو جو رقاتي لقوبل طيبو تربتا من أخنواتي جو قنطرو مردو تناي آتوراية نهضرة وأخنواتي جو قشمة الصبر وسايوم آتوراية جو مديتة نهضرة قد آني قد قبلوا الباعوثا بلخخ موضالة مطول خاب الخانة تنايا مردو تنايا مشتركانا جو خازونا ين جو خا أهول قد بغزاية وقلت باشامتي لا بني تن بوربسينا بولينا العيتاتي الشدآسة الجبة الشمانة الشرباثة المتواتة الرابة من ديان خينة هلبت آها زيخت قالا إلى خا زيخت رابة ديلانيتا سبب خيلت آلا وبخيل كلوخن بتويا خا شورايا قا خاميزلت خطا خاهيوي خطا وبن مرقلة وخ إنا هلا أن إديو شارغ بسبايل سفرخ القدمة دوزوتا بتعدا خاوتي مسي مرابا كلوخن قد قبل لوخن باعوتان شرك لوخن عمان اتلي هيوي قد طنياتت آبل خانة قايومانة ويرخي وشند بتاينا بشاوي موتراني بشاي بسيمة قا بني أمتن كل نايد إن جاويت أطرا وإن برايت أطرا وارداها فرصة مقروين قوبل طيبوثا بشمت كل شد آسي هربت مشوتبانة ومريزانة أهزوياخا قابني أمتن كل إيكد بخاينة جواي بريشايت وبرايت أطرا وبريشايت قليونارا ويوداعايا قد آني دوسا ببلاخنا جوخا أهول مليتا من قيواندينوس جوخا أهول عسقا سب إديون بغزاية وقت أخنا نشريخي وق برابا كترة برابا قشواثة ما سأمرخ قد بلكم رابا جاية ليه وخمصاية منطق ومملة قد إلى جو لبان ين إلى جو هونا سبب خا جاية أب من خيروتا بيعشو خريمة ألتت باشمتيلا إينا هر أخابوندا جاروبينا قتلاهي ومنهري أرخا خشكانتا اتكلن خاجخيتا أتخارب السيمة هاو بريخة الكلان بصورة تشوشاطة أمينا يقاقلون وثناطوريتا هلبت مملة بتقارخ لي بلشان عربايا قد ماطي بشرى بقى خورباتي قا ميقراثة إندي مشوريك لخ يعني إنا قمطرة. أيها الحضور الكريم طاب مساءكم
في رحاب قاعة حمورابي التابعة للمركز الثقافي الآشوري في دهوك. وفي هذا اليوم المبارك نجتمع معا لنحتفل بذكرى تأسيس منارة من منارات الوعي لأمتنا العريقة. إنها الذكرى 76 بعد 100 لولادة بكر الصحف زهريرة بهرة، والتي أمست ذكرى سنوية للاحتفاء بالصحافة الآشورية. يأتي هذا الاحتفال نتاج تعاون ثقافي وقومي مميز بين كل من المركز الثقافي الآشوري في دهوك ورابطة الكتاب والأدباء الآشوريين ومركز ديانا الثقافي الآشوري، ليؤكد أن مسيرة الثقافة والفكر هي مسيرة مشتركة لا تكتمل إلا بتوحيد الجهود. وها نحن نحتفي بتاريخ عريق من الكلمة المسؤولة والصوت الآشوري الحر. إن يوم الصحافة الآشورية الذي يصادف الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام ليس مجرد تاريخ عابر، بل هو محطة فخر تذكرنا بانطلاق أول صحيفة آشورية، وهي جريدة زهريرة بهرة، أي أشعة النور، في عام 1849 بمدينة أورميا التاريخية في إيران، لتكون أول منارة إعلامية آشورية تنير الدرب أمام الأجيال وتفتح صفحة مشرقة في مسيرة الفكر والوعي القومي والثقافي لشعبنا. ففي مثل هذا اليوم من عام 1849 صدحت من أورميا أولى كلمات النور عبر صحيفة زهريرة بهرة، معلنة ميلاد الكلمة الآشورية الحرة، وفاتحة أمام أمتنا شعاعا من الضياء في زمن كانت العتمة تلتهم الأصوات والظلام يطغي على الفكر والثقافة، والحقيقة تبحث عن منبر يأويها. منذ ذلك الحين ظلت الصحافة الآشورية شاهدة على التاريخ من خلال توثيق الأحداث وتحمل هم الأمة والتعبير عن طموحاتها وآمالها رغم ما واجهته من تحديات وصعوبات ومراحل قاسية عبر السنين. لقد كانت هذه الانطلاقة بحد ذاتها معجزة ثقافية، فمن خلالها أصبحت الصحيفة الآشورية من أقدم الصحف المكتوبة ظهوراً في منطقة المشرق، متقدمة بذلك على صحف العديد من الشعوب ودول المنطقة. وهذا ليس بغريب على شعب هو سليل الحضارات ووريثها وواهب الأبجدية الأولى للبشرية. كان الخط الآشوري المطبوع في زهريرة بهرة شرارة نهضة فكرية تهدف إلى نشر المعرفة والثقافة والارتقاء بوعي الشعب في ظروف سياسية واجتماعية بالغة الصعوبة. على مدى قرن ونيف لم تكن الصحافة الآشورية مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل كانت خندق الدفاع الأول عن الهوية القومية وحقوق شعبنا، وكانت رسالة إنسانية وقومية نبيلة حملت في حروفها صرخة الوجود وصوت الهوية، وساهمت في الحفاظ على لغتنا، ثقافتنا وتراثنا من الاندثار، مجسدة مقولة رائد النهضة القومية الآشورية نعوم فائق الذي قال أن الأمة التي ليس لها جرائد هي أمة خرساء وصماء خاملة. فكم من كاتب ومحرر ومثقف آشوري أفنى عمره في سبيل أن تبقى الكلمة الآشورية حية نابضة بالحق والجمال، وكم من صحيفة ومجلة وموقع إعلامي استمر رغم ضيق الإمكانيات ليؤدي دوره في خدمة الحقيقة وإعلاء شأن الأمة. إن إحياء هذه الذكرى اليوم هو وفاء لتلك المسيرة العظيمة، وتكريم لكل من حمل القلم دفاعا عن الحرية والكرامة، ودعوة للأجيال الجديدة كي تواصل هذا المشعل بوعي ومسؤولية، مستثمرة فيما توفره التقنية الحديثة من أدوات لنشر المعرفة وتعزيز الوعي القومي والثقافي. إن الصحافة الآشورية ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها مسؤوليات جسام، ومنها أولا
نشر الوعي القومي واللغوي، حيث كانت منبرا للحفاظ على اللغة الآشورية وأحياؤها وتعميق الشعور بالانتماء القومي. ثانيا، كانت إيصال صوت الشعب المضطهد، فقد كانت صوت الحق الذي يصدح ضد الظلم والاضطهاد، خاصة في أحلك الظروف وخلال فترات الإبادة الجماعية سيفو 1915. ونتذكر هنا بإجلال التضحيات تلك، وفي مقدمتها تضحية الصحفي الثائر آشور يوسف تخربط الذي دفع حياته ثمنا لحرية الكلمة. ثالثا، تثبيت الوجود بمساهمتها في تدوين تاريخ الشعب وحضارته، وربطت أبنائه في أماكن الشتات بوطنهم الأم في بلاد ما بين النهرين. ونحن نحتفل بالذكرى 76 بعد 100، فإننا لا نستذكر الماضي فحسب، بل ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وحرص، حيث تغيرت أساليب النشر وانتقل القلم من الجريدة الورقية إلى الفضاء الرقمي والإعلام الحديث. هذه التغيرات المتسارعة تضعنا والصحافة الآشورية أمام تحديات عصرية وحقيقية تكمن فيما يلي: أولاً، مواكبة التطور التكنولوجي باستغلال قوة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لإيصال القضية الآشورية إلى أوسع نطاق عالمي. ثانياً، تعزيز المهنية والموضوعية، وذلك بالحفاظ على رسالة الصحافة النبيلة في نقل الحقيقة بموضوعية ومسؤولية بعيداً عن التشتت والتحسب الضيق. ثالثاً، دعم الأقلام الشابة من خلال تشجيع الجيل الجديد من الصحفيين والإعلاميين على حمل راية أسلافهم وتوظيف طاقاتهم الإبداعية في خدمة قضايا أمتهم العادلة. وبهذه المناسبة العطرة نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا النشاط المشترك بين مؤسساتنا الثقافية، لما له من أثر كبير في توحيد الجهود وترسيخ قيم التعاون الثقافي والإعلامي بين أبناء شعبنا. ولا يسعنا أخيرا إلا أن نوجه تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهداء الصحافة الآشورية، وتقدير وامتنان لكل الإعلاميين والكتاب والمثقفين الآشوريين في الوطن والمهجر الذين يواصلون العمل بإيمان وإخلاص من أجل إبقاء الكلمة الآشورية نقية وصادقة ومضيئة في فضاء الإعلام العالمي. كل عام وصحافتنا منارة تنير دروب الوعي والحرية. المركز الثقافي الآشوري دهوك، رابطة الكتاب والأدباء الآشوريين، مركز ديانا الثقافي الآشوري. وشكرا لك. سيما رابا ميقرا إيفان الآهمملا الطيمانة هل بتقبل طيبوثة رب فأتلن من ميقرا جليونارا و مخبطانة شيفان توفيق تشو تبلع عمن جو مريستة خابت جلاخة رابا شابيرة أو غزيلة خنقم خامت خكرية هاوي بسيمة رابا الآشو تبتي. شكر جزيل للصحفي والناشط شيفان توفيق على مساهمته في احتفالنا اليوم بإقامة معرض اللي شفته طبعا قبل قليل، واللي كان يضم مجموعة من الصور الجميلة القديمة لمحافظة دهوك ولأهل دهوك وأبنائها. شكرا جزيلا. هدية بتهاوخ عمخا أمريا بشوت قاوي يعني قام قروتة ملوءة خامنيانا من رابية يا من أساتذة تيلا شوتوبة لعمن إديوم من بيت صوبة بغداد. أنيت إلى دكتور محمود القيسي، دكتور غيداق عبد المنعم، وهل هذا خرابي جابرييل إيراميا. انزهمت لهويا بقدي لخ للبيمة
نرحب بالأساتذة الكرام من جامعة بغداد، طبعا كلية الآداب جامعة بغداد، كل من الدكتور محمود القيسي والدكتور غيداق عبد المنعم والأستاذ جابرييل إيرميا، لتقديم محاضرة من عدة محاور طبعا سوف تطلعون عليها طبعا بعد قليل. تفضلوا أساتذتنا الكرام. شارخلا أموريا من ميقرا جابرييل إيرميا جيورجس تمقرو قالن خا سامة من آها ندوة أو محاضرة هل بتمحور دي إلى عنوان دي الصحافة الآشورية ودورها في رفع الوعي القومي وتطوير اللغة الآشورية. خا مذيثة بطرابي جابرييل خا مذيثة كريثة جابرييل إيرميا جيورجس إلى قبل قرية بلي شان أرباية بش قد برميلة أبوم يقرتي لمنن من مواليد عام 1962 محافظة دهوك العراق. أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة الطاهرة الأهلية التابعة للكنيسة الكلدانية في دهوك، ومن ثم الدراسة المتوسطة في ثانوية الحكمة بمحافظة نينوى، وبعدها أكمل الدراسة الإعدادية في إعدادية ابن رشد في بغداد، وواصل فيها الدراسة في معهد التكنولوجيا ببغداد بين عامي 1979 و 1981. غادر الوطن عام 1982 متوجها إلى إيران ومنها إلى الدنمارك منذ عام 85 واستقر فيها لحد الآن، وأكمل دراسته فيها في مجال برمجة الحاسوب والتقنية المعلوماتية عام 1991، وعمل أيضا في مجال التدريس والترجمة في المدارس الرسمية الدنماركية خلال السنوات 1993 2007، ثم انتقل للعمل في قسم التقنية المعلوماتية في المديرية العامة للمدارس بمدينة آرهوس ما بين الأعوام 2008-2011. من نشاطاته الاجتماعية والثقافية والإعلامية مسؤول اللجنة الثقافية لنادي بابل الآشوري في الدنمارك عام 93-94، ومحرر القسم العربي في مجلة عشتار الصادرة عن النادي. مدير جمعية نينوى الآشورية في الدنمارك 2002-2004، مؤسس ومدير إذاعة الآشوري الجديد طوال 15 عاماً، مؤسس ومدير موقع ملثا دي كي الإلكتروني للأدب واللغة والثقافة والتراث منذ عام 2007 وهل 2018. له العديد من المؤلفات، نذكر قسم منها إنوما إليش أسطورة التكوين البابلي الآشوري باللغة الآشورية المعاصرة طبع عام 2010. رواية الشيخ والبحر للكاتب أرنست هيمينغواي ترجم إلى اللغة الآشورية المعاصرة عام 2011. كتاب اللغة الآشورية وأدبها بأجزائه الثلاثة 2014-2024. تعريب كتاب موت أمة النساطرة والآشوريون المضطهدون تأليف الدكتور إبراهيم يوحنان، طبعاً ترجمه عن الإنجليزية. مواقع وذكريات آشورية في هكاري بالاشتراك مع الدكتور عوديشو ملكو الشيثة والأستاذة سوزان يوسف القصراني طبع عام 2022. وأيضاً تعريب كتاب الآشوريون وجيرانهم للكاتب ويليام ويغرام. ميقرأ مشتاقلان تجب وشو تآسي متاناي ومردوتاناي وشو تاباي ميقرأ ملباني مهيرة وكشيرة ميقرأ عرخة ين شمانة من دنون بناتت أمتن يديدة هلبت إديوم يوم اتلنقوا بالطيبوتة جورتا من دان اطلع شو تآسي متخريلي أخونا جان إيفان جان إينا شو تآست قنطرون مردوت عنايا عطورايا جو نهدرا هادخ جشما سابرو سايوما عطورايا جمديت نهدرا وقنطرون الديانة مردوت عنايا عطورايا مريزلال دا تبقتا يندا
أودوتا بنسبة جليانوروتا أتوريتا منطايلة أما وشويشتاشن هلبت جليونوتا أتوريتا ين جليونوتا جاونائيت إلى خا أنقايوتا ين خا استخص رابا ألصا يخيوتا كل أمواته من جيباني رابا بريشي جو مرمتا شويوتا مردوتانيتا كنشا ين بريتا تخارنيا جاونايم شوتبا بلبنون تخاومتا قد ماطي النيشي انهاو نيشي بولاتيقاي ين مردوتاناي ين شوتا باي قبط هادخ اها انقايوتا بشتلا يوتا ين قبضها انقايوتا ين الصايوتا بشتلا يوتا خا شوماها قا جليونوتا إلى سلطان رويعايا يعني جو يلبانا اتولطيقي ين سياسة إيتن اطلا سلطان رشماي اتمرخوطنا الخا أطرا خا طخصة خا أطرا يعني تقينا سلطان عودة وسلطان ناموسايا وسلطان ديانوتا سلطان رويعايا إلى سلطان جليونوتا أها أنقايوتا مضويلة الجرة جليونوتا جبريتة رأيانا جاوناية أما وبريتة خا لبا رنيايا جو خكنوشيا قتاوي شخلابي قادعتي أدهاو كنوشيا هلبت أنا أختمتن جو يعني كونايا أدها مملأ ديوم إلى جرة جليونوتا جو مرمت الشويوتا أمتانيتا ين تشويوتا أطعيروتا ينرأشتا أمتانيتا أمطورانوتا دلشانا الدنة ترى نقزيبت همزمن قد جليونوتا أخمرا إلى رابع أنقيتا وإلى سلطان رويعايا أرهادخ إتلخا جرة أنقايا وأسيايا وإسايا جبريتا أطعيروتا أدكنوشيا وجليونوتا مدري إلى خاجشرا دشقلياوة ينممطيانوتا بالبنونة أمتا ورانوية ينتخمنانة وبولاتيقاي إد هاي أمتا قد شقلي وياوي وشخلاب وهاوي بيلي شخلاب رأيانا ودوراشا وسوادة وصبواثة مشتركانة إد هاي أمتا جليونوتا مدري إلى يعني ماسخد أمرخ ليلة بلخد خا أمانوتا ينصنعت منطقة الطبة إلا إلى خا إجارتا أطعانة لمشتقلانوتا خبريتا أتخا غداعيروتا جاونيتا كنوشيتا أمواتا مشاخلتا هر هذا جليونوتا إلى يعني ماسخد أمرخ إلى خا مغزيتا ينورا أدبه باخلة الأيكنواتا أد كنوشيا بخاصورتا شاررتا قطماصي بني عما ينبنون الدو كنوشيا برميلا أيكانيوتا أدبخاينا جاوب خاصورتا بش سبيتا جرى الجليونوتا جو مرمتا أطعيروتا جاونائيت من دي قامايا ماسخ أمرخ إيروتا أمتانيتا جليونوتا اتلا جرى ببريتا هيايوتا مشتركانتا بأرخا منهارتا بوتشعيتا ويرتوتا وعيادة مشتركانة ابنون الدي أمتا اتئينا شوتوبي بيي هرهادخ إلى اتلا جرى جو بريتة إيروتا بولاتيقيتا كت جليونوتا عدوريلا ينهيوريلا قد برمي الصبواثة جواناية ومشتركانة تهاويلون مصيتا الشقلي بسقانا وكلاياتي بديين نقزت ليتا إلى إيروتا مردوتانيتا يرأشتا مردوتانيتا كت جليونوتا مقرويلا ين بياشا لخا بيما قا دوراشا وسوادة رنيايا بالبنونة أما وتخمنانة ومردنة ومشتقلانة إدهاي أمتا قد هاوي لخا تخمنتا مشتركانتا ومدري بعوضياتي مردوتاناية بسنادة لبأرخص سبرايوتا ولشانا وأمنة وبرستة كتاوي وفيلمة وطاليات بيما وهراد اختباقياتها أما خورة وسبرة ومردنة أمتا ومقامتا الزياخة مخراية وزياخة مردوتاناية وبدقلاخة دكتاوي ين مضيتها بدكتاوي خاتة أطلاطنا جو يغلى بريشة مردوتا
مدري اتلن جرى الجليونوتا جو خيتا يالماسخ أمرخ جو أي كانوتا أمتن قربنتا اتلأزي اد خالشانا قطمات الخالشانا أمتنايا مشوتبا وبطورنتا اد هولشانا الخاشويوتا سبريتا أمينايت جليونوتا ويتيلا وهالب إيلا خامن استخسي ريشاية وبش خيلانة قاخيتا ادلشانا وممطيتا الخاشويوتا مخيتا لأنتو يقاروتا الأخدادة ومطورانوتا جليونوتا أطوريتا ويتلا خامدرشتا لا رشميتا يعني هلبت أطوري لنوية خا أطرا قتاوي سنيدة جدنا جغلة إنا أما بليخة لجو جغلة جليونوتا تهاوي خامدرشتا لا رشميتا اتبلخا وهاوي لجرة أننقايا وألصايا يوم طورانوتا وخيتا إن لامر خيتا إن قربنتا ادلشانا اد أمتا أطوريتا بريشايت لشانا درايا أو دماسخ أهجر ماسخ يعني يوخلب خكمة نقزب كريوتا إقامتا إلى قربنتا ين خيتا تلأزي ادباري خالشانا أمتنايم شوتبا ين لشانا سبرايا مسقارقلة مبلغتا لشانا جو جليونوتا يمد بشقالة خبراني وخشخاتا من لأزي بريشة من بنياتا بريشة بخالي عمن جاوي إدانا وايلا قربنتا أدانا خبراني ودانا لأزي أمغدادت بيشي برمية بكل ابن عمة وباري خليشانا مشتركانا ومخيدة أخليشانا سبرايا مبلخة جوانايت هرهادخ وارلي الدن شخلابي وبرشونيت إيتن بال لأزي بريشة وبالدكياثة بريشة بخالي ابن عمن جاوي رقة من أغداده برايلة يعني لشانة جليونايا مشتركانا نقزة خينا إلي مطورانوتا تخشخاتا وبنثقالة ببريتا تخشمة خشخاتا خاتي بورايا تخشخاتا خاتي آني تسنيقة للي يلبانا درايا هلبت لما خمزمغ بوت يلبانا درايا بخليشانا عتيقة وباصورة تلتلي آني خشخاتا خبوت هذا أمينا إيس نقتلا تهاويلن خشخاتا خاتي تهاوي مدوقة أم سنيقوثا الدارن وزونن وهاوي يعني ياوا خسوكالا باش بريمة بكل ابن عمة جاونايت بيشي خشمة خشخاتا مشتركانة وقبيلة جاونايت بأرخا الجليونوتا بيشي بريسة ومبلغة أمينايت بداها أرخا وإلى عتيروتا يعني مروختا قالشانا ببريتا أدهتخ خشخاتا وبنثقالة خاتا وأويوثا جاوانيتا توايل اللي جو مبلغتي يوميتا بأرخا الترجامة من لشان نخراي مدري وارنا خشخاتا وخبراني خاتا جو لشانا أطورايا ووادنا عتيروتا جاوي رويخوتا أم سوكالة خاتت إيتن جو تخمنياتا ورنية ويلباني خاتا أدعمي خينت إنا بشمونتية من يعني ينوير خما شخلة يلبانايا درايا خاتا أخمرن جليونوتا ويتا لخما درشتا أبنت إلى لا رشميتا قبن عمن بما لبتا اتقريتا يوتا لبرست قام لبتا اتقريتا دلشانا ومبلغتا دلشانا هر هذا خيوتا لبرست قكتوتا وبرستا يدنس برزونة ومغلي بريشة إتلن وبراسلا مدري القانون تورس مملا وقانون كتوتا تريستا ينهو جاية تريسا قد حاولن يعني تخصت كتوتا وتورس مملا مشتوبانا يعني مشتركانا تاوي قبيلة جاونايت أخلشان سبرايا نغزر وعايا إلى جليونوتا إتلا جرت انطرتا أتلشانا وبرستا برويخوتا هلبت جليونوتا اختمرن إلى خا بيما مردوتانايا أمينايا قكتوتا وبرستا يا ولا برست قكتاوي نهاوي يعني كتاوي جميرة يعني كتاوي مشريانة قطماصي بارسي التخمنياته وكتوياته جودن مغلس برزونة إتلن نغزة خينا إلى صرتا أدجوشمي بريشي القبوخياتي يعني
منيانة ابن عمن بريشنا جوبنياثا ين بريسنا جوبنياثا أطرابي أطرواتا رخة من إغدادة قتل ماصي هاولو تبقتا ينشقلتو يوتا مغدادة إلا بأرخا أدجليونوتا وممطيتا تخمنياتا ورأيانة وبرستت لشانا بأرخا أدجليونوتا أطوريتا وهرادخ إلى بيمقا جميتا ين كابشتا التخمنياتا أتعمى بأرخا أتمنطيتا الطبة وعوديات ابن أمتن وكشروات الدية وجتشت وايلة ابن أمن إنها قتلة ين إخوياته ين تخمنياته خاته ادبراينا جو أمتا بريتت خدعتت بهرانا خداها أمتا وخيتها الطرغشة بداها أرخى اتقربنت التخمنياتا هل بتهاوي خيتها التخمنيات ورغشة ابن أمن قتاولهم خا صويانا مخيدة وجليونوتا مدري إلى منطينتا ين نقلتا أدهيايوتا أمتانيتا من بأرخا أدبرستا أتمخرا أمتانايا وتشعيتا وبرصوب مشمهج وتشعيتا آني اتوالون جرا سيمانا ومنتيانا خا منتيتا أد أمتن جو يغل تشعيتا هذا برايلا خا تخمنتا تخيودا للأمة وبالسيارة التخمونة أخنا إيوه خا أما مخيدة أخا اختمرهم شو رايا قد جليونوتا إتلا يعني جرى يوم طورانوتا ين منتيتا أتري استخسر شاي أنت إنا لشانا أمتنايا وعيروتا أمتنايتا قابت هذا بين منهرن بكريوتا لها يعني جودالا ين أرعوتا ين جدلية أتئيتن باللشانا وعيروتا أمتنايتا انصل منخ خا مخ أما أطرايت إلى خا أما أتيقها وخامن ياروتا مردوتا بش أتيقتا ومدينايوتا بش قديميتا اديوم يوما بخايلة بزيقة جرابة أطرواتا بأربع بنيات التاول شو أعلى لخ بتايلة داخي ماصي ين داخي مصيلة اتناطر الهيايوتا أمتانيتا هاي إلى للشانة وعيروتا أمتانيتا جو باتا اتبشرتا او خيوندينوسة وقنطت ايثن الغدارة ابن عمن اخا باصروتا منيانا جو عم واموات بريشة لخا بجشخ بدر الجرة اتلا جليونوتا جنطرتت هيايوتا امتانيتا باقوري وخ ارى للشانة هاود باري العيروتا امتانيتا ينبهبكا عيروتا امتانيتا بتبري كسل خبة لشانا وانطرته ومنتيته بونايا هلبت ليلة بشيطة اختمرن إلى خا يصورة جدالايا ين أروعايا ين علاقة جدلية بشخلابة لا بالتروي جيبانة مأبدانوتا ومت أبدانوتا كد لشانا إلى روخة وأهدانا ينتخارة ورغشة وعيروتا أمتانيتا إلى صويانا وزوعة أمتانايا وبلخانة أمتانايا بونايا إلى كمينة جو شريت الدنة طالسمة جو شريت الدها شؤالة إلى خامن يصورة بش أنقاي جو خيوتة أمواته أها الصورة جدالايا ين جدالايا إلى باللشانة وعيروتا أمتانيتا إلى خا الصورة عموقة ادبرايل الهيايوتا أمتانيتا وإيتوتا أمتا إنا أني من إلى قمايا للشانة ين عيروتا أمتانيتا لخا إلى بقارة الساية بخشاون مطايخ الختامة يعني مرن أنا تري أستقصى للشانة وعيروتا أمتانيتا أني من إلى قمايا إنا إيثن أختمرن خا الصورة يودالايا بلدنا تري خا بالانس إيثن قد تروى أن قايلة عيروتا أمتانيتا مودلة قد برناشا أطراي يطئ أن قايوتة للشانة ومردوتة ويرتوتة مودلة هذا إيمن خا أطراي بدايلة للشانة مصايلة هاويلة أو قليدة أو قديلة باتخلة ترآنة يرتوتة ومردوتة وتشعيتا وسبرايوتا أطوريتا وهاوي بش جميرة بيضيته وبش هاويلة خبة قومته
أبو تادخ أنا تري استخسيخت مرن إينا تروى رابا أنقاية وجليونوتا إتوالا جرى أنقاية ورشاية جو خلنتا دنا تري استخسي ومنتيتي قات هاوخا شوشاطة أمتنايا رويخا بأورخة جليونوتا قام خيتت للشانن وعيروتن أمتانيتا هاوتون بسيما رابا قامش ميتوخن أبن دانا اقتوا أنا 4000 كيلومتر تي نربي دقيقة لقم يويتولي. الآن سنكون مع المحور الثاني للمحاضرة يقدمها الدكتور محمود القيسي، ولكن قبل ما يبدأ الدكتور نحب نقدم نبذة قصيرة عن السيرة الذاتية للدكتور محمود القيسي، أستاذ تاريخ العصور الوسطى الأوروبية في كلية الآداب جامعة بغداد. حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب جامعة بغداد عام 1990، والماجستير في موضوع التاريخ الحديث عام 1993، والدكتوراه عام 2003 من الكلية ذاتها. عميد كلية الآداب جامعة بغداد للأعوام 2019-2020. مؤسس برنامج الدراسات اليابانية منذ عام 2005. ألف وحرر العديد من الكتب والمقالات عن تاريخ العصور الأوروبية الوسطى واليابان وتجربتها التحديثية وتاريخ العراق الحديث. منها التجربة اليابانية، رؤية عراقية، بغداد، بيت الحكمة، الطبعة الأولى 2012، الطبعة الثانية 2013. العراق واليابان، التقليد والحداثة، بغداد، مصر، مرتضى للكتاب العراقي 2010. العراق واليابان 80 عاماً من الصداقة، بيروت، دار عدنان 2021. حرر مؤخراً كتاب العراق واليابان، التاريخ والمجتمع والتراث، وصدر في بيروت عام 2025. وحصل على وسام وزير الخارجية الياباني عام 2014 ووسام إمبراطور اليابان عام 2019. أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور. طبعاً بودي أولاً أيضاً أن أشكر المركز الثقافي الآشوري وبشكل خاص الأستاذ ويليام والدكتور عوديشو ملكو الذي تربطني به علاقة منذ عام 2013، وهذه المرة الثانية التي أحضر بها إلى دهوك. طبعا الشيء الجميل بالموضوع أنه خلال النقاشات القصيرة التي يعني حدثت هذا اليوم أنا جئت متعلما، يعني تعلمت الكثير من النقاشات والأفكار التي تتعلق بالتاريخ الآشوري، التاريخ الأدبي. مع شديد الأسف وأنا خريج جامعة بغداد، وحاولت من خلال هذه الورقة المتواضعة أن أعمل مسحا عما موجود عن الأدب والفكر والثقافة الآشورية في الأدبيات العراقية، الأدبيات العراقية بشكل خاص باللغة العربية، وما تعلمناه في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كلية الآداب. اكتشفت أننا ورثة لرواية نمطية، مع الأسف رواية نمطية لا تختلف كثيرا بين العهدين الملكي والجمهوري، بل ولا تختلف أيضا يعني إذا جاز لي التعبير ما بعد 2003. رواية نمطية تعتمد على المرويات التي ورثناها عما حدث في عام 1915 وعام 1933، خاصة بما يتعلق بمأساة سميل. وكأنما تاريخ القومية الآشورية أو تاريخ يعني هؤلاء المواطنون العراقيون مرتبط بشكل خاص بما حدث في سميل، وهذا
ويدعونا نحن كمؤرخين عراقيين أن نعمل هذه المزاوجة بين ما موجود في الأدبيات الآشورية وبين ما تعلمناه من هذه الرواية النمطية. المشكلة الأساسية المرتبطة بهذا الموضوع أن تاريخ الآشوريين درس من الأعلى وليس من الأسفل، بمعنى أن تاريخ الآشوريين درس في إطار المظلة السياسية. ويعني حتى أنا استغربت مؤرخ كبير مثل عبد الرزاق الحسني في كتابيه البارزين تاريخ الوزارات العراقية وتاريخ العراق السياسي الحديث، يتحدث طبعا بعد أن ينقل الروايات البريطانية والتركية والوثائق العراقية وبعض ما موجود في الصحف العراقية في ذلك الوقت، يتحدث وهو كان مؤرخ ويعني رواياته معتمدة، يدفعه نوع من الحماس للتغني بما حدث في عام 1933. فهذا الذي دفعني إلى أن أعمل مراجعة لما كتب عن الآشوريين يعني منذ زمن الحسن، يعني منذ ثلاثينات القرن العشرين وربما حتى الوقت الحاضر. فوجدت يعني ما ترونه أمامكم. نحن في جامعة بغداد في الفترة الأخيرة تم تأسيس ما يسمى بكرسي اليونسكو لمنع الإبادة الجماعية. طبعا هذا الكرسي وهو كرسي مهم، واعتقد عدد من الزملاء من المركز الثقافي الآشوري شاركوا ببعض مؤتمرات هذا الكرسي. يحاول هذا الكرسي أن يعيد قراءة تاريخ العراق، يعني ما حدث في سمويل، ما حدث في سبايكار، ما حدث في حلبشة، ما حدث في يعني من مذابح ومشاكل تتعلق بهذا التاريخ، يحاول أن يدرسها في إطار التاريخ الشفوي. صدر مؤخرا هذا الكتاب الذي عنوانه التاريخ الشفوي، فعلقت إحدى الباحثات اليابانيات التي أضع صورها هنا، علقت هذه الباحثة تقول أن العراقيين هم من يجب أن يكتب تاريخهم، بمعنى أن علينا نحن كعراقيين أن نعيد قراءة تاريخنا بعد 2003 بشكل صحيح. كيف نعيد قراءة هذا التاريخ؟ أنا لا أقول إننا نبتعد عن دراسة التاريخ السياسي، التاريخ السياسي مهم بلا شك، لكن دراسة التاريخ السياسي بشكل مطلق وبشكل حصري يعرض الكثير من الأحداث للتشويه. أيضا أوردت مثال آخر، طبعا هذا المشروع الذي أتمنى أنه في يوم ما نجد نفسه يطبق على سميل وما تعرض له الآشوريين، هذا مشروع عنوانه ذاكرة الألم، وربما أيضا ما تعرض له الآشوريين يرتبط بذاكرة الألم. هذا مشروع درس في إطار التاريخ الشفوي عن ما حدث في سبايكر. مجموعة من الباحثين من اختصاصات مختلفة من الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع، وبالتعاون بين كرسي اليونسكو وشبكة النهرين التابعة إلى جامعة لندن، ومن خلال سلسلة من المقابلات مع بعض الأحياء وعوائل شهداء سبايكر، استطعنا أن نكتشف رواية أخرى تختلف عن الرواية الموجودة التي قدمها التاريخ الرسمي لهذه الحادثة. المثل الثالث هي الذي قامت به الباحثة السويسرية إلين شليفر. طبعا كلنا يعرف في تاريخ العراق المعاصر شخصيتين معروفتين اللي هم عبد المحسن السعدون وطالب النقيب. طبعا عبد المحسن السعدون انتحر في أواخر العشرينات، وطالب النقيب كان أحد المرشحين للعرش العراقي واستبعدته بريطانيا بشكل كامل. التاريخ الرسمي السياسي يؤكد بأن السعدون وطالب النقيب يعني بطريقة أو بأخرى كانوا مناقضين للدولة الملكية، بمعنى أن تاريخ السعدون وتاريخ طالب النقيب كتب من قبل المنتصر
التي هي الدولة الملكية العراقية والملك فيصل والمحيطين به من الضباط الشريفيين. هذه الباحثة حاولت أن تعيد قراءة ما تعرضت له هاتين الشخصيتين بدراسة من الأسفل وليس من الأعلى، فأعادت قراءة بعض الأراشيف الشخصية واكتشفت اكتشافات مذهلة عن هذا الموضوع. طبعا أبدأ برواية تكاد تكون هي المألوفة بالنسبة لنا نحن المؤرخين المهتمين بتاريخ العراق المعاصر، وهي كتاب رياض الحيدري، الذي أتصور أن كتاب رياض الحيدري أيضا معروف لديكم بشكل كبير جدا. طبعا رياض الحيدري هو أستاذي في مرحلة البكالوريوس في جامعة بغداد، وهو ما زال حي يرزق، أعتقد هو الآن في السويد. كتب رسالة ماجستير في عام 1972 بعنوان الآثوريون في العراق، طبعا تحت إشراف المؤرخ المصري المعروف أحمد عبد الرحيم مصطفى. في عام 1977 أعاد طبع هذا على شكل كتاب في مصر، لكن عندما جاءت شحنة هذه الكتب لتدخل إلى العراق، وعلى الرغم من أن كتاب رياض الحيدري أيضا يمثل الرواية الرسمية عن الآشوريين، منع من قبل السلطات العراقية في ذلك الوقت وظل ممنوعا لحد عام 2003. نحن بشكل أو بآخر كنا نحصل على بعض النسخ ونصورها من المكتبة المركزية، لكن عندما نقرأ كتاب رياض الحيدري نلاحظ أنه يعيد تسويق روايات عبد الرزاق الحسني وحتى علي الوردي وروايات الصحف العراقية، روايات المصادر والوثائق البريطانية، رواية لا تختلف بشكل كبير جدا عن رؤية الحكومة العراقية. هذه الرواية التي قدمها رياض الحيدري أصبحت هي الرواية المتعارف عليها في الوسط الأكاديمي العراقي. عندما حاولت أن أتتبع هذه الرواية، لأن هو يعتمد على عبد الرزاق الحسني بشكل كبير جدا ويأخذ منه، وجدت أن عبد الرزاق الحسني في الجزء الثالث من تاريخ الوزارات العراقية خصص مبحثا أطلق عليها ثورة التياريين. في هذا المبحث تتبع الحسني تاريخ الآشوريين منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينات القرن العشرين. طبعا هو خصص عدد لا بأس به من الصفحات، لكن عندما كما أشرت في بداية هذه المحاضرة، عندما نقرأ رواية الحسني في هذا الكتاب ويكررها بشكل كبير جدا في كتابه تاريخ العراق السياسي الحديث، نرى أنه يعتمد بشكل كبير جدا على رواية الحكومة الرسمية، يعتمد بشكل كبير جدا على رؤية الصحافة العراقية. عندما حاولت أن أتتبع الصحافة العراقية الموجود قسم منها في الوقت الحاضر، مع الأسف القسم الكبير منها تعرض للتلف بعد عام 2003، وجدت أن هذه الصحف هي مجرد تكرار وترديد للبيانات الرسمية التي كانت تصدر عن الحكومة العراقية. تقريبا أكاد أجزم لم يصدر شيء في هذه الصحف العراقية في تلك المرحلة التاريخية أي معلومات لباحثين يكتبوا مقالات عن ما كان يتعرض له الآشوريين في تلك المرحلة التاريخية، أو عن الثقافة الآشورية أو عن الأدب الآشوري. فأصبحت هذه المعلومات المتناثرة في الصحافة العراقية هي مصادر أولية لما كتبه الباحثون فيما بعد. عندما درسنا في كلية الآداب جامعة بغداد، كان أحد الكتب قبل 2003 كتاب لمؤرخين معروفين اللي هو جعفر عباس حميدي وإبراهيم خليل أحمد من جامعة الموصل، وعنوانه تاريخ العراق السياسي 1914 إلى 1968. الغريب في هذا الكتاب طبعا على الرغم من أن
الدكتور المرحوم جعفر عباس حميدي أعاد نشر الكتاب لوحده بعد أن يعني فصل مقالات إبراهيم خليل أحمد. لم أجد في هذا الكتاب عندما أصل إلى الثلاثينات وإلى 1933 فقط هذه المعلومة. يعني هو حاول أن يتجاوز أو يبتعد عن الإشارة إلى الأحداث التي تعرض لها الآشوريين والنكبة التي تعرضوا لها، فيشير بهذه الجملة فقط. وقد لمع اسم غازي، طبعا هو يتحدث عن الملك غازي، وقد لمع اسم غازي خلال معالجته لأحداث العراق الداخلية عام 1933. فجعفر عباس حميدي لم يجد بهذا الحدث الجلل والكبير الذي جعل الملك فيصل في ذلك الوقت، وهو كان بالأشهر الأخيرة من حياته يعيش في حالة من الصراع النفسي بين سويسرا وبين بغداد، ومن خلال المراسلات المتواصلة مع وزير الداخلية ومع الضباط العراقيين ومع رئيس الوزراء لم يجد إلا هذه العبارة، أنه هنا يحاول أن يلمع من صورة الملك غازي، أنه الملك غازي بعد أن غادر الملك فيصل إلى سويسرا نجح بشكل كبير جدا في إدارة شؤون العراق وبالقضاء على التمردات، بل أنه استحيا أن يذكر أو يشير لا من قريب ولا من بعيد لأحداث سميل، أو حتى يذكر ولو بكلمة واحدة اسم سميل. المؤرخ الآخر، وأتصور الدكتور عوديشو يعرفه جيدا، هو توفي أيضا إلى رحمة الله، اللي هو لطفي جعفر فرج. لطفي جعفر فرج أطروحته للدكتوراه عن الملك غازي. لطفي جعفر فرج خصص مجموعة يعني أو عددا من الصفحات للآشوريين، لكنه فقط ركز على أحداث سميل وما قبل أحداث سميل. لطفي جعفر فرج حاول أن يبرر ما تعرض له الآشوريون بغياب الملك فيصل الأول واندفاع غازي ومن حوله من ضباط والحكومة العراقية، وعدم سماع آراء الملك فيصل. يعني كان الملك فيصل، وهو ليس دفاعا يعني من طرفي عن الملك فيصل، لكن يبدو أن الملك فيصل بسبب ظروفه الصحية في ذلك الوقت كان يحاول أن يمنع بعض الضباط من التمادي في مواقفهم اتجاه الآشوريين. وأنا بصراحة مستغرب عن ذلك، لأن يعني كما أعرف عن الملك فيصل أنه كان شخصية قوية، وكان يعني الحكومة والضباط يهابون منه بشكل كبير جدا. كان يرسل رسائل سرية من سويسرا إلى وزير الداخلية وإلى رئيس الوزراء، ويطلب منه أن يتوقف عن هذه الأعمال حتى مجيئه أو عودته إلى العراق، لكنهم لم يكونوا يسمعوا منه. وبصراحة هذا موضوع مستغرب بالنسبة لي. ملك ما زال على قيد الحياة وما زال يمارس مهامه الدستورية، لكن مع ذلك يبدو أن هناك نوع من الاندفاع من قبل هؤلاء الضباط عشية حصول العراق على الاستقلال ودخوله عصبة الأمم، حتى عن عدم سماع رأي الملك فيصل. طبعا هذه الآراء أيضا يشير لها عبد الرزاق الحسني، ويشير لها طبعا يقتبسها لطفي جعفر فرج في هذا الكتاب. المساهمة الأخرى التي أود أن أشير لها هنا هي مساهمات مؤيد الونداوي. طبعا مؤيد الونداوي هو كان ضابط في الشرطة العراقية، وبقي ضابط في الشرطة العراقية، وتقاعد في التسعينات، ودرس كمحاضر في جامعة بغداد. وبعد 2003 تفرغ، طبعا هو خريج إحدى الجامعات البريطانية، تفرغ بعد عام 2003 إلى ترجمة الوثائق البريطانية عن العراق. هو قدم فيما يتعلق بالآشوريين قدم مساهمتين عن الوثائق البريطانية. طبعا هاتين المساهمتين صبت في نفس المجال الذي أشرت إليه سابقا، وهو
محاولة تأكيد أن ما حدث في عام 1933 وما قبل 1933 هو تمرد على الحكومة العراقية. يحاول أن يلتقط أي وثيقة بريطانية أو أي معلومة. يعني هذا الكتاب اللي هو معسكر بعقوبة للاجئين الأرمن والآثوريين من فارس وتركيا، طبعا وهناك يعني حتى جيلي أنا الذي درست في الثمانينات والتسعينات لم تحاول المصادر العراقية أن تستخدم مصطلح الآشوريين في كل هذه الكتابات، سواء في العهد الملكي، في العهد الجمهوري، وما بعد 2003. غالبية ما كتب عن تاريخ العراق المعاصر أو عن شخصيات تاريخ العراق المعاصر عندما يتعلق الأمر بالإشارة إلى هذه الأحداث يستخدمون هذا المصطلح. يعني هذا الكتاب معسكر بعقوبة، وأيضا كتاب آخر لمؤيد الونداوي اللي هو تاريخ قوات الليبي العراقية الذي ترجمه للضابط والباحث البريطاني براون. يحاول فيه الونداوي حتى بعد حوالي أكثر من 70 سنة عن المأساة وعن النكبة، يحاول أن يثبت وجهة نظر الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية وحتى ما بعد 2003. مع ذلك يعني على الرغم من هذه الروايات المتشددة حاولت أن أتتبع كتابات أخرى عن تاريخ العراق المعاصر لباحثين شباب. جمعت مجموعة من هذه الكتب ولم أجد أنها تستحق أن أضيفها إلى هذا العرض. لماذا؟ لأنها حاولت أن تتجاوز ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد لأحداث الثلاثينات. لكن مع ذلك أقول ما بعد 2003 وبوجود هامش الحرية للتعبير عن الآراء ظهر جيل جديد من الباحثين الشباب. يعني لدي نموذجين اللي هم أحدهما هو الكاتب سليم مطر الذي لديه كتاب عنوانه جدل الهويات. في هذا الكتاب سليم مطر يحاول أن ينصف الآشوريين ويؤكد ما تعرضوا له من مأساة ومن مذابح، ويؤكد سليم مطر أيضا بشكل كبير جدا على تتبع الأدب الآشوري والثقافة الآشورية، أنه الآشوريون هم ليسوا فقط يعني ما حدث في الجانب العسكري، وإنما للآشوريين تاريخ والآشوريين ثقافة. الشخص الآخر الذي أود أن أشير له هو الباحث سعد سلوم. طبعا سعد سلوم أستاذ في الجامعة المستنصرية، ومنذ زمن هو مهتم بتاريخ الأقليات، ومن هذه المكونات المهمة التي اهتم بها سعد سلوم هم الآشوريين. يعني على سبيل المثال هذا الكتاب يحاول أن يبدد الأوهام والأخطاء الموجودة في تاريخ العراق المعاصر، فيؤكد في هذا الكتاب، طبعا يخصص مبحثا كامل للآشوريين ويتحدث عن ثقافتهم، ويشير بوضوح أن ما تعرض له الآشوريين في عام 1933 هو أول مأساة في تاريخ العراق المعاصر تكررت فيما بعد لاتجاه مختلف مكونات هذا الشعب. طبعا هذا نموذج من كتابات سعد سلوم. طبعا أنا أخذت بعض الاقتباسات، مثلا هو يتساءل بعد مرور 8 عقود على إبادة الآشوريين في سميل، هل نستطيع مراجعة المسألة الآشورية بعد تحررنا من أوهام بناء أمة عراقية متماسكة من شظايا الجماعات السكانية المختلفة؟ هل نمتلك الشجاعة اللازمة للاعتراف بأن الآشوريين كانوا كبش فداء لولادة العراق المعاصر؟ عندما نقرأ لهؤلاء الكتاب الشباب نرى أن هناك بارقة أمل لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الشعب العراقي. طبعا وحقيقة مسك الختام، يعني حاولت أن أختتم
هذه المحاضرة بما قدمه الدكتور عوديشو ملكو بأطروحته للدكتوراه التي طبعت بطبعتين، والتي حاول بها أن يقدم رواية مغايرة من خلال دراسة التاريخ من الأسفل، أو ما يسمى بتاريخ المهمشين. يعني الأستاذ الدكتور ملكو حاول أن يعيد قراءة الأحداث من خلال الدراسة الأدبية والتاريخية وقراءة مختلف الروايات المتعلقة بالآشوريين. فلذلك أستطيع أن أقول أن هذا الكتاب، كتاب الأستاذ ملكو، وربما مؤلفاته الأخرى ومؤلفات بشكل خاص التي تصدر عن المركز الثقافي الآشوري، يعني في جامعاتنا في بغداد وجامعات الوسط والجنوب، أصبح هذا الكتاب معروف بشكل كبير جدا أنه يقدم رواية مختلفة عما حدث في سميل، مما دعا العديد من الباحثين الشباب للاهتمام بهذا الموضوع. لذلك أريد أن أختتم من خلال هذا العرض أن يعني هذا الحدث المأساوي أنه أصبحت لدينا 3 روايات: الروايات الملكية والجمهورية حتى عام 2003 التي لم تختلف بشكل كبير جدا عن بعضهما البعض، على الرغم من التناقض بين العهدين الملكي والجمهوري. يعني كما تعرفون في 58 في الفترات السابقة، يعني أنا ما كنت أراه في بغداد بعد 2003 يخرج متظاهرون مؤيدين للملكية وآخرين مؤيدين للجمهورية. مع ذلك هم لم يختلفوا في هذا الحدث، ولم يقدم العهد الجمهوري جديدا عن ذلك، رغم تباعد الفترة الزمنية بين الفترة الجمهورية والفترة الملكية. الرواية الأخرى هي التي قدمها، هي الرواية الآشورية التي هي بحاجة إلى دراسة جديدة ومزاوجة بين ما يقدمه المؤرخون والباحثون الآشوريون عن تاريخهم وعن ثقافتهم، ومزاوجتها أو مقارنتها مع التاريخ السياسي السابق الذي حجم التاريخ الآشوري بالجانب السياسي. المسار الثالث هو ما أشرت إليه ما بعد 2003. ما بعد 2003 يعني على الرغم من أنني أشير بصراحة إلى بقاء تقريبا 50% من تسويق الرواية القديمة، لكن مع ذلك ظهر جيل جديد من الباحثين والمؤرخين الشباب الذين بدأ مثل سعد سلوم أو سليم مطر أو موجود غيرهم آخرين، يعني يحاولوا تقديم رواية أخرى بالدراسة من الأسفل أو الدراسات الاجتماعية لهذا المكون وهذه الشريحة المهمة من الشعب العراقي. وأعتذر عن الإطالة وشكرا لكم. طبعا الآن سنكون مع المحور الثالث في هذه المحاضرة، سيقدمها لنا الأستاذ غيداء عبد المنعم محمد. وقبل البدء نقدم أيضا نبذة مختصرة عن الأستاذ غيداء. من مواليد بغداد طبعا 1986، ماجستير في العلاقات الدولية 2011 إلى 2014، كلية الآداب جامعة بغداد، مدرس مساعد ومتخصص في التاريخ الحديث والمعاصر العلاقات الدولية، سكرتير تحرير مجلة دراسات في التاريخ والآثار الصادرة عن الكلية ذاتها ومسؤول وحدة النشر في الإعلام والاتصالات، مسؤول المكتبة الجامعية مكتبة العلامة حسين علي محفوظ، محاضر في وحدة التعليم المستمر، ومشارك في نشاطات المعهد الألماني للآثار في بغداد، منسق ورشة العمل العراقية اليابانية 2014 ولغاية 2024. أهم المنشورات ومخرجات الأبحاث التي قدمها خلال السنوات الخمس الماضية:
العلاقات الاقتصادية بين العراق وجمهورية كوريا 1975 لغاية 1991، وهي طبعاً أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب جامعة بغداد استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر. المجتمع المدني والإصلاح والتعليم ومحاربة الفساد، وهي التجربة الكورية نموذجاً للحالة العراقية، مجلة الدراسات التاريخية العدد 42 حزيران 2016. العراق وفلسطين في العهد الملكي، دراسة في الموقف الرسمي والشعبي، الورشة العراقية اليابانية 15 بغداد كربلاء 2024. نكبة سميل، ذاكرة عراقية متباينة، مؤتمر ذاكرة الألم في العراق نيسان 2025 كربلاء. محددات التعليم الكوري ودوره في بناء جمهورية كوريا الحديثة 1948 ولغاية عام 2000. أثر التعليم والمعرفة الجامعة في المجتمع عبر التاريخ، المؤتمر التخصصي الثاني لقسم التاريخ في كلية الآداب جامعة المستنصرية في نيسان عام 2025 بغداد. أهلا وسهلا بك أستاذ غيلان. شكرا طبعا على هذا الإطراء الجميل والمقدمة. السيدات والسادة كل حسب مع حفظ الألقاب، أسعد الله مساءكم. جميل أن أكون جزءا من هذا الاحتفاء على إصدار أول صحيفة في الصحافة الآشورية بعد مرور 76 بعد 100 على إصدار أول صحيفة آشورية. طبعا اليوم راح أحاول أتحدث، وأكو جزء كبير من بحثي متداخل مع بحث أستاذي الدكتور محمود عن نكبة سميل اللي تشكل علامة فارقة في قراءة التاريخ السياسي العراقي. وأسميت البحث بنكبة سميل ذاكرة عراقية متباينة. حاولت من خلال هذا البحث هو أنه نفهم الموقفين الرسمي والشعبي في العراق في العهد الملكي تجاه مجزرة سميل. هاي المجزرة اللي قامت بها قوات عراقية في شهر آب عام 1933 ضد أبرياء عزل من السلاح في محافظة دهوك في شمال العراق، بعد أقل من عام على دخول العراق إلى عصبة الأمم. طبعا دخل العراق إلى عصبة الأمم، والعراق تعهد بحماية الأقليات، وأنا أتفق مع أستاذي دكتور محمود برفض مصطلح الأقليات، إنما كلنا مواطنون في هذا البلد. استند البحث على فرضية تحاول إعادة رسم الأحداث للوصول إلى إجابة عن السؤال المركزي: لماذا اختلفت المصادر العراقية في توصيف مجزرة سميل بين كونها إبادة ضد مكون من مكونات الشعب العراقي، وبين كونها حدثا داخليا ارتبط مع مجموعة من الناس حاولت القيام بتمرد للحصول على الاستقلال أو الحصول على مصالح وفق الرواية الرسمية، وهي الرواية السائدة. يعني أكثر السرديات والكتب التي تحدثت عن الموضوع تقريبا تأخذ الموقف الرسمي فيما يخص أحداث مجزرة سميل، محمل الآشوريين بأنهم السبب وراء هذا الحدث، وأن ما قامت به القوات العراقية هو من باب الدفاع عن النفس لا أكثر. استند البحث على رؤيتين أكاديميتين: الأولى الآثوريون في العراق 1918-1936 لرياض الحيدري، والثانية نكبة سميل عام 1933 أسبابها وتأثيراتها المحلية والدولية للدكتور عوديشو ملكو، واللذان مثلا رؤيتين متبانيتين للموضوع اعتمدا على المصادر والوثائق العراقية والأجنبية. هذا البحث أحاول من خلاله إيجاد الخط الدراماتيكي لأحداث سميل التي شكلت نكبة تأسست من خلالها ما يعرف بالدولة العراقية الفتية عشية استقلالها. طبعا نتحدث هنا عن الدخول الآشوري للعراق وفق المتبنيات الرسمية، والتي تقول أن الآشوريين قد قدموا إلى العراق عن طريق شمال إيران بعد أنه قامت ترافقهم القوات البريطانية بعد أن نزحوا من مناطقهم في جبل هكاري إلى آخره، دون إعطاء أي تلميح أو معلومات عن أنه هل يوجد وجود آشوري مسبق في مناطق شمال العراق أم لا، هل لديهم عادات وتقاليد، هل لديهم ثقافة، هل لديهم أدب. كل هذه الأشياء لم تذكرها المصادر العراقية الرسمية والمتبنيات التي تبنيتها، بل قالت أن بريطانيا جاءت بهم
وجعلتهم ينتظمون فيما يعرف بقوات الليبي لحماية المطارات البريطانية والمصالح البريطانية، ووعدتهم بإعطائهم السلاح، وصورتهم على أنهم خنجر في ظهر الدولة العراقية الفتية تستعملهم بريطانيا متى أرادت. وفي الحقيقة يعني وصلت 50,000 آشوري إلى همدان في شمال إيران، ومن ثم تم لأنه كانت المنطقة مهددة بمجاعة فتم إرسالهم إلى العراق إلى معسكر بعقوبة بالتحديد. لكن هذا الوضع استمر عام إلى 1920 عندما قرر الكثير من الآشوريون أنه يعودوا إلى مناطقهم وفق أيضا الرواية الرسمية الحكومية التي تقول أنه بريطانيا ساعدتهم وأمدتهم بالسلاح، وكان على رأسهم أغا بطرس ليعودوا إلى مناطقهم في جنوب شرق تركيا. لكنهم عندما وصلوا إلى أراضي البرزانيين قاموا بمهاجمة الأكراد، ومن ثم أعطت المسوغ الشرعي للأكراد لكي يردوا دفاعا عن نفسهم وأن يقوموا هم وبعض العشائر العربية بما عرف فيما بعد بحالات من السلب والنهب لقرى سميل والآشورين الموجودين في شمال العراق. لذلك أيضا من الإشكاليات التي تحدثت عنها المصادر الحكومية هو ما يعرف بقوات الليبي الآشوري، والتي كانت تقول أن من أكبر المشاكل التي واجهت اندماج الآشوريين في المجتمع العراقي هي مشكلة الليبي، وهي قوات غير نظامية قامت بتشكيلها القوات البريطانية لحماية المطارات والمعسكرات البريطانية، والتي كانت غالبيتها من الآشوريين، في حين أنه هي كانت تحتوي على آشوريين، كانت تحتوي على كرد، كانت تحتوي على عرب، تحتوي على جميع المكونات من المجتمع العراقي. وتزعم أيضا المصادر الحكومية أن هذه القوات استعملتها الحكومة البريطانية للقضاء على بعض حركات التمرد التي كانت تقوم بها بعض العشائر العربية في الفرات الأوسط. كما أيضا قامت المصادر الحكومية بسردية أنه بيت المار شمعون وهو الزعيم الديني الأعلى للآشوريين أنه حاول الحصول على منافع كبيرة نتيجة تشكيل قوات الليبي، وهو ما أدى فيما بعد إلى حصول خلاف بينه وبين بعض زعماء العشائر الآشوريين حول الزعامة الدينية والدنيوية، وهذا الذي تطور فيما بعد إلى أنه يأتي المار شمعون إلى بغداد على أثر استدعاء وزير الداخلية حكمة سليمان ومحاولة إقناعه بأنه وظيفته فيما يخص علاقته مع الآشوريين هي وظيفة دينية فقط، في حين زعمت المصادر الحكومية أن المار شمعون كان يطالب بالسلطة الدنيوية أيضا وأن يكون زعيما دينيا ودنيويا عليهم. لكن الحكومة العراقية أيضا وفق المصادر رفضت هذا التوجه، وأبلغت أن الآشوريين وجميع مكونات الشعب العراقي هم خاضعون للقانون والدستور. أيضا تمحور الخلاف بين الحكومة العراقية والمار شمعون، وأيضا وفق المصادر الحكومية العراقية، على أن الحكومة العراقية نتيجة لرفضها لمتطلبات السلطة الدينية التي طالب بها المار شمعون، قامت الحكومة العراقية بوضعه تحت الإقامة الجبرية. ونتيجة لهذا الموضوع قام أنصاره في شمال العراق بقيادة ياقو بعمليات أشبه بما تكون عمليات شغب أو سلب ونهب وقطع الطرقات في بعض مناطق دهوك وفي بعض مناطق الشمال في العراق. ونتيجة لذلك حاولت الحكومة العراقية أن وفق أيضا المصادر الحكومية أن تسيطر على الموضوع دون اللجوء إلى القوة. لكن الموضوع تطور عندما قام ياقو وجماعته وفقا للمصادر الحكومية بالعبور إلى سوريا، حيث ادعت المصادر الحكومية أنه ما يقارب 1500 مسلح آشوري مع سلاحهم قد عبروا إلى سوريا، وهم ينوون عدم الرجوع إلى العراق. طيب إذا كانوا لا ينوون الرجوع إلى العراق لماذا تركوا عوائلهم؟ يعني هل من الطبيعي أنه شخص يعبر إلى سوريا ويقرر أنه ما يرجع إلى العراق إلى بلده يترك عائلته وأولاده وأبنائه؟ نتيجة لهذا الحدث، وأيضا وفق المصادر الحكومية العراقية أنه اتهمت الآشوريين أنهم من قاموا بإطلاق النار على القوات التي كانت مرابطة على الضفة اليمنى لنهر دجلة. لكن أنا لقراءاتي في كل الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع إلى الآن لم يعرف من أطلق الرصاصة الأولى، لكن بالنتيجة سقط قتلى سواء من الرجال الآشوريين أو من الجيش العراقي. نتيجة لهذا الفعل قامت القوات العراقية بإعطاء الأمان بعد ما حدث الاشتباك في معسكر فيش خابور،
وتمت السيطرة على المعسكر في البداية من قبل الآشوريين، ومن ثم انسحبوا تاركين المعسكر وتسليمه للجيش العراقي. تم إعطاء توجيهات للجيش العراقي أنه كل من يسلم سلاحه سوف يعطى الأمان. نتيجة لذلك قام الرجال الآشوريين بتسليم سلاحهم، لكن ما حدث بعد ذلك هو عمليات إعدام ميدانية كبيرة، حيث قتل العديد منهم بدون أي تهم، بدون أي محاكمة، بدون أي شيء. لم يكتفوا بذلك، بل توجهوا إلى قرية سميل والقرى المجاورة وطالبوا أهلها بتسليم ما لديهم من قطع سلاح، مع العلم أنه هذه القرى كانت تحتوي على النساء والأطفال فقط. لكن رغم ذلك تم تفتيش القرى بصورة دقيقة، وتم سحب بعض قطع السلاح منها. وفي اليوم الثاني تم وصول أخبار إلى قطاعات الجيش العراقي أنه بعض الفارين من الرجال الآشوريين من نهر دجلة قد عادوا إلى قرية سميل، فجاءوا وسحبوا بعض الرجال من كبار السن وقاموا بقتلهم، وقاموا بقتل بعض النساء وقتل 3 أطفال وفق ما تروي المصادر الحكومية، وهي في الحقيقة الأرقام أكثر من كذا بكثير. ونتيجة لذلك أشار إلها أستاذي الدكتور محمود أنه الملك فيصل الأول كان مريض وكان على فراش الموت، وكان في سويسرا يحاول العلاج، وكان يوجه إلى رئيس الحكومة العراقية ياسين الهاشمي وإلى وزير الدفاع ووزير الداخلية، يطلب منهم التمهل في التعامل مع ما سماها بالمشكلة الآشورية، وكان يطلب منهم عدم اللجوء إلى القوة. لكن بعض الضباط ومن قيادات المنطقة الشمالية كانوا يصرون على أن يواجهون الموضوع بالقوة، فيما يعتقدون أنه إعادة اعتبار أو رد هيبة للجيش العراقي الذي كان يتعرض لبعض المضايقات وفق ما يقولون من بعض رجال العشائر من الآشوريين. لذلك ونتيجة لكل ما تم سرده قامت القوات العراقية بمهاجمة قرية سميل وارتكاب جرائم أقل ما يقال عنها أنها جرائم ضد الإنسانية. ونتيجة لذلك حاولت الحكومة العراقية فيما بعد احتواء ما يكون احتواءه، لأنه تم تسريب أخبار هذه الجريمة إلى الصحف العالمية، ونشرت بعض الصحف في بيروت بعد مرور 3 أو 4 أيام أخبار هذه المجزرة. لذلك توجه حكمة سليمان بنفسه ووزير الدفاع جلال بابان ووجه بعدم التعرض لأي آشوري، كما قاموا بمحاولة تنظيف القرية ودفن الجثث بصورة ملائمة وطمس ما يمكن طمسه من أحداث هذه الجريمة، لكي لا يكون هنالك أي تبعات قانونية دولية على العراق. طبعا كل ما رويته من أحداث تم تبنيها من قبل الدكتور رياض الحيدري في كتابه المعنون الآثوريون في العراق عام 1918 إلى عام 1936، إذ يرى الحيدري أن القيادة الدينية الآشوريين والمتمثلة بعائلة المارشمعون لم تكن على مستوى المسؤولية المطلوب منها، إذ يروي أن المارشمعون كان يحاول الحصول على مصالح شخصية بغض النظر عن تطلعات شعبه، وأنه رفض مشاريع الإسكان، في حين أنه توجد بعض المصادر الآشورية تنص على أن المارشمعون كان مع إسكان الآشوريين وإعطائهم قطع أراضي، والمطالبة من الحكومة العراقية بإعفائهم من الضرائب أول 5 سنوات، لأنهم من أصول يعني تمتهن الزراعة ويحتاجون إلى وقت لتنمية مزارعهم وبساتينهم. كما اعتقد الحيدري أن انخفاض المستوى الثقافي للآشوريين وسيطرة العوامل الدينية عليهم أثر في شدهم للانسياق وراء المارشمعون، وهو ما انعكس بحدوث انقسامات واسعة بين الآشوريين ما بين مؤيد للمارشمعون وسيطرته الدينية وما بين بعض زعماء القبائل الآشورية. طبعا حاولت الحكومة العراقية استمالة بعض زعماء القبائل الآشورية لكي يكونوا في جبهة مناوئة للمارشمعون، أرادوا أن يحدثوا بعض الانقسامات في داخل المجتمع الآشوري حتى يؤثروا عليهم بصورة سلبية. أقتبس هنا من رياض الحيدري: لم يراعي الآشوريون شعور العراقيين ونظرتهم السلبية إلى الاحتلال البريطاني، وإنما اعتبر الرجال الليبي الآشوري أنفسهم بريطانيين في النوايا والأهداف، فاستاء القوميون العرب من ذلك لأن الآشوريين كانوا غرباء عنهم من حيث العنصر والديانة، في حين أن أوردت قبل قليل أنه الرجال الليبي الآشوري ليس من الآشوريين بل من جميع مكونات الشعب العراقي. نتيجة لذلك لم تنسى القوات العراقية الدعاية وفق ما يروي ويقول في سرده رياض الحيدري، وفق ما يقول أنه الدعاية المضادة التي أطلقتها قوات الليبي ضد الجيش العراقي، مما أوجد حالة من الحماس لمواجهة الآشوريين ومحاولة رد اعتبار العسكرية العراقية. وكانت من أشد هذه الوحدات هي الوحدات العراقية المرابطة في الموصل، والتي كانت بقيادة الفريق بكر صدقي، والذي كان المسؤول الأول
عن هجمات القوات العراقية ضد قرية سميل وضد الأبرياء وضد الرجال الآشوريين. وهذا طبعا مثل بادرة اقتبسها من الدكتور بادرة الجحيم للتاريخ السياسي العراقي المعاصر، لأن الجيش تدخل فيما بعد في كل الأحداث السياسية من 1933 إلى يمكن إلى وقتنا الحاضر. أصبح الجيش أداة بيد السياسيين للتدخل والتأثير على سير الأحداث السياسية. الرواية الأخرى التي أخذتها هي كتاب الدكتور عودي شوملكو نكبة سميل عام 1933 أسبابها وتأثيراتها المحلية والدولية، وهي رؤية مغايرة لرؤية الحيدري فيما يخص موضوع أوضاع الآشوريين قبل الحرب العالمية الأولى وانتقالهم للعراق ومن ثم مشاركتهم في الحرب وخذلان الحلفاء من بريطانيا وفرنسا وروسيا لهم، كما سلط الضوء على أوضاعهم وعلاقتهم مع الحكومات العراقية المتعاقبة. يروي أن أدى وقوع اشتباك مسلح بين الآشوريين والجيش العراقي والذي تسبب بحدوث قلق عميق لدى أبرز الساسة العراقيين، واصفا أن صدمتهم بما حدث من اشتباك مسلح في 4 من آب أشبه برجة عنيفة أصابت الملك ومن حوله من رجالات السياسة العراقية وأعضاء الحكومة، وظهرت منهم بعض الآراء التي دعت إلى الانتقام من القس المشاغب والمقصود بها المار شمعون، وهنا أقتبس: إلى سقر بكل الآثورين وبئس المصير، فقط الرجال دون النساء والأطفال لأن عيون العالم تراقبنا. أي أنهم كانت هنالك نية مبيتة للانتقام من الرجال بعيدا عن النساء والأطفال لكي لا تكون هنالك وصمة عار في تاريخ العراق الفتي واستقلاله الفتي، على اعتبار أنه العراق عند حصوله بعد استقلاله في عصبة الأمم قد ضمن الحرص والحفاظ على حقوق الأقليات في المجتمع العراقي. طيب، أحاول أن أختم. يعني نقدر نقول أنه لعب العامل القومي بشقيه الداخل العربي والكردي والخارجي التركي دور كبير في تحريك السياسة الداخلية في البلاد من قبل النخب السياسية التي تنحدر من أصول تركية من جهة، أو تلك التي تلقت تعليمها أو تدريبها العسكري أو خدمت في الجيش العثماني، مما شكل حاجزا فكريا وأيديولوجيا منع هذه النخب من التعامل بصورة أكثر عقلانية مع المسألة الآشورية. كان لرفض حكومة رشيد عادل جيلاني كل نصائح وتوصيات الملك فيصل الأول بالتعامل مع القضية الآشورية باللين والحكمة وعدم التهور باتخاذ قرارات متشددة أو تنامي الوضع السيء بين الحكومة والآشوريين، إذ تم رفض جميع النصائح التي وجهها الملك فيصل الأول. كما حاول بعض الساسة في الحكومة زيادة نفوذهم من خلال التصدي للتمرد الآشوري بصورة وحشية لاسترضاء بعض الآراء النخبوية والشعبية والتي كانت بالأساس مغيبة عن الواقع. يعني هو بالحقيقة كانت هنالك بوادر لحركات تمرد في الفرات الأوسط تقوم بها العشائر العربية. حاولت الحكومة من خلال استعمال موضوع المسألة الآثورية للتغطية على هذه التحركات بحجة أنه نوحد سكان العراق من المسلمين ضد الخطر، حسب قولهم ضد الخطر المسيحي القادم من الخارج وأنهم يريدون الاستقلال. لذلك حاولت الحكومة التغطية على بوادر القلق والانزعاج وبوادر التمرد التي كانت تحدث في الفرات الأوسط من قبل الكثير من العشائر العربية هناك. كما مثل رجوع الآشوريين من سوريا مع سلاحهم تحدي أمام الجيش العراقي. طبعا فرنسا لعبت دور سيء جدا عندما سمحت للآشوريين بالعبور مع سلاحهم، وعندما أرادوا الرجوع إلى العراق بعد حصولهم على الأمان أجبرتهم على حمل سلاحهم معهم، وهذا مما أدى إلى حدوث مشكلة ما بينهم وبين الجيش العراقي. مثل ما أسرت، لا نعرف من أطلق الرصاصة الأولى، لكن النتيجة ذهب ضحيتها مئات، يمكن يصلون إلى أكثر من 1000 ما بين ضحايا من النساء والأطفال والرجال في عمليات إعدام ميدانية بدون محاكمة، بدون توجيه تهم، بدون توجيه أي شيء. وبالتالي كانت هذه المجزرة يعني وصمة عار في بواكير التاريخ السياسي للعراق المعاصر. شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة شكرا لكم. لكن هناك يعني بالنسبة لما حدث في سميل ركزتم جنابكم اثنيناتكم على كتاب رياض الحيدري الذي وصفتموه. هي كانت رسالة ماجستير كتبها ومن جامعة عين شمس في القاهرة، وبعد ذلك طبعت بأمر من الحكومة السابقة وفق
نظرة مفهوم الكل ينتمي إلى القومية العربية، يعني ماكو غير قوميات، يا أما عربي يا أما كردي في العراق. هذه كانت نظرة النظام السابق وصار بها. لكن هناك كتاب أنصفوا المجتمع أو الآشوريين، أنصفوهم. مثلا عبد الغني الملاح في كتابه تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق المكتوب عام 1956 حول أحداث سميل وأسبابها السياسية، من رشيد علي الجيلاني والحركات الطورانية اللي كانوا يمثلوها، وأيضا بعدين صارت في نفس الطقم اللي ذبح في سميل ذبح أهلنا في الفرات الأوسط عام 1934، يعني بعد مضي سنة واحدة. أيضا عبد الرزاق الحسني في تاريخ الحكومات العراقية دا يذكر في المجلد رقم 12 إلى دا يذكر الحركات التيارية تصغيرا لسميل، لمذبح السميل، دا يذكرها كحركات تيارية، ولكن ما حد ذكر أنه من بداية 1 تموز في العراق بدأت الصحافة كتبت أكثر من 180 مقالة حول الآثوريين وعلاقتهم ببريطانيا وحول عمالتهم لبريطانيا. الأسباب التي دعت أنه التركيز بس يكون حول رياض الحيدري، يعني عندنا عبد المجيد حميد القيسي كتاب الآثوريين في تاريخ المطبوع عام 1999 عن دار الموسوعات العربية، موجود هذا الكتاب. لا باللغة العربية. لا هو المؤلف ده يتحدث عن الأسباب السياسية. أنتم ذكرتوا، يعني أنا وين الحديث، وين أريد النقطة، أنه كل الحديث صار على النتيجة، ما حد يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة. وشكرا جزيلا. شكرا طبعا أستاذ على هاي الإضاءات. ويعني بالنسبة لرواية رياض الحيدري، يعني أنا إذا شفت حضرتك الكتب، أنا سويت مسح على الكتب اللي يعني سواء كانت الكتب المدرسية، الكتب المنهجية اللي إحنا درسناها، أو الأطروحات والرسائل اللي كتبت قبل رياض الحيدري أو بعد رياض الحيدري. وجبت مثال اللي عبد الرزاق الحسني أيضا، كلها تقريبا هي رواية واحدة. يعني الصحف العراقية، أنا يعني بسبب هاي المحاضرة ذهبت، طبعا أيد وجهة نظرك، ذهبت إلى المكتبة الوطنية، فالصحف اللي الاستقلال وغيرها والشعب، غالبية الصحف شفتها أما نقل بيانات رسمية. يعني مثلا لم أجد مقالات مكتوبة تتناول مثلا تاريخ الآشوريين أو لكتاب عراقيين، وفي تلك المرحلة كان هناك كتاب عراقيين مرموقين. يعني الأهالي اللي هذول تقدميين يعني أكيد. فأنا اللي يعني ردت أقول، طبعا أنا حتى يعني اشتريت مجموعة من الكتب في البيت، أهملتها لأن ما لها قيمة. يعني عندما يعني قسم منها عندما تأتي إلى موضوع الآشوريين، أما ولا أعرف ما هو السبب. طبعا ربما تماهي، يعني محاولة ابتعاد عن الموضوع، أو مثل ما يعني أحد جعفر عباس حميدي، يعني معقولة كتاب اسمه تاريخ العراق المعاصر لطلاب المرحلة الرابعة في كليات الآداب والتربية، يتطرق بسطر واحد أنه ما حدث عام 33 هو جزء من التطورات الداخلية في العراق، ولمع فيها اسم الملك الأمير ذاك الوقت، الأمير غازي. يعني كأنما حتى بعض المؤرخين قبل 2003 كانوا يخافون تناول مثل هذه الموضوعات. فهذا السبب اللي يعني ركزت على هذه المؤلفات، ليس فقط رياض الحيدري، لكن ما أردت أن أقوله إن ما كتب رياض الحيدري لم يختلف عن الذي قبله والذي جاء بعده. والمشكلة حتى بعد 2003، يعني حتى نحن الآن عندما ندرس
تاريخ العراق المعاصر نفس الروايات تتردد يعني مع الأسف. شكرا. شكرا للمحاضرين الثلاثة. أنا بودي أركز على جملة أو مفهوم كلش عجبني من دكتور محمود، أنه الاختلاف بين الرواية الرسمية اللي الحكومية والرواية الأخرى اللي هي شعبية أو رواية المهمشين. وأنتم حضراتكم اثنيناتكم كمل طبعا دكتور غيداق إذا دا ألفظ الاسم صحيح على موضوع بالأكثر مذبحة سميل، لكن الحقيقة أساس موضوع الآشوريين تحديداً اللي كانوا في منطقة هكار يتم تقديمهم، وللأسف طبعاً مو فقط الروايات الحكومية الرسمية ولكن نخبة كبيرة من الكتاب على أنهم مجموعة بشرية خارج هذا الوطن. الكارثة الكبرى الطامة الكبرى أن يتم تقديمهم بهذه الطريقة. والدليل واحد من الكتب اللي حضرتك قدمتها اللي أساساً إحنا تهجرنا من منطقة في أعالي بلاد آشور إلى منطقة أخرى في العراق، والمشكلة الأكبر أنه كتابنا يستخدمون نفس مصطلح اللاجئين. نحن لم نكن لاجئين وإنما مهجرين قسرياً ببساطة، لأنه يوم تهجيرنا في الحرب العالمية الأولى الحدود ما بين العراق وتركيا ببساطة لم ينتهي الموضوع من حسمها خط بروكسل إلا 1926، يعني كانت وحدة واحدة. أنا المتحدث جدي من ناحية والدتي من قرية دليزان في هكاري. من منكم لحد اليوم هذا جدي يملك 5 قطع أراضي زراعية في قرية دوري، في قرية دوري اللي هي المفروض أنه كانت ضمن العراق والجزء الآخر كان في يفترض تركيا. ذاك اليوم كانت يعني العراق وتركيا وإنما كانت قطعة واحدة. مشكلتنا الأكبر أنه من الأساس يتم تقديم الآشوريين وكأنهم لاجئين من منطقة أخرى. الشيء الآخر المهم المرتبط معه وكأنه لا علاقة لنا مع بقية الآشوريين اللي في القوش وبغدادة وبغداد وفي بقية المناطق. لا يتم تقديمهم على أنهم الشعب الأصلي لهذا البلد، سواء كنا في هكاري أو كنا في طور عبدين أو كنا في جزء آخر في بغداد أو آشور أو نينوى. هذه المشكلة الكبرى بوجهة نظري اللي نحتاج نقدمها، مثل حضرتك ما ذكرت أنه إحنا نتكلم. كنت أعمل على كتاب عن منطقة نهلة. واحد من الروايات اللي سمعت أنه كيف سمعوا ناسنا عن منطقة نهلة. واحد من الناس المعمرين يقول كان ناسنا في وقت من الأوقات ينزلون بأغنامهم إلى هذه المنطقة لأنه هكاري كانت منطقة جبلية وغير صالحة لوقت الشتاء، فكانوا ينزلون كلش عادي. يعني نفس الشيء ذاك اليوم ناس تتحدث عن عوائل هجرت من أربيل إلى هكاري. فباعتقادي أنه المشكلة الكبرى أن يتم تقديمنا أننا غرباء عن هذه المنطقة. آسف للإطالة وشكرا جزيلا. فاغد رابي جديدة ومكملة للزبدة الجيدة القيمة اللي قدموها الأساتذة الكرام. وموضوع الآشوريين هو موضوع شائك ومهم. حيثما نحفظ العرب فهناك الآشوريين، حيثما نقرأ فهناك الآشوريين، حيثما ندرس اللغة فهناك الآشوريين. أكبر مساحة إنسيكلوبيديا بريطانيكا كل الأحداث والأمور والشغلات إنسيكلوبيديا ذلك معروف. أكبر مساحة مضبطها القضية الآشورية، مو القضية الآشورية المذبحة وكذا. تاريخ آشور ككل منذ أن كانوا الآشوريون ولا حد الآن. فما عندي شيء يعني. هذا يعني اللي قدموه الأساتذة المشكورين وعنده اسم النظام وشاركونا بهذه المناسبة الجليلة. نكن لهم كل الاحترام. هذه يعني واحد من نية هم أدرى بالشغلة. وأن يكون لكم يا أساتذة ولكل المستمعين. هذا شكرا جزيلا رابي أوديشو. شكرا جزيلا الأساتذة الكرام اللي شرفونا اليوم طبعا، وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتوها. أهلا وسهلا بكم.
مرابا ربي ثليزة هلا خابثة يخ الختام الدها زوياخة صورة أتلان قد يوخوا من تياني قو مريستي ومقروته بسي مرابا الشوتة بتوخن عمانو بخيلد آلا بخازي خماشة اغذاذي قو زوياخي وكرساتي